عايز تبدأ مشروع تربية الفراخ بغرض التجارة. عايز تعرف ايه اهم الاساسيات اللي انت لازم تخلي بالك منها، ايه الاخطاء اللي انت لازم تتجنبها، ازاي تقدر ان انت تجهز مكان. ابدأ المشروع ده ازاي، ايه الاخطاء اللي اخلي بالي منها. اسمع الفيديو ده، هقولك على الحاجات المهمة اللي انت لازم تعملها علشان تبدأ مشروعك وتقدر ان انت تنجح وتطلع دورة كويسة واوزان كويسة. بس كده الاول انزل في التعليق وصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، وحط لايك للفيديو تشجيع منك لاختك نورة. عايز تبدأ مشروع تربية الفراخ. حد طلب مني قال لي ان انا عايزة ابدأ المشروع، بس عايزة اعرف ايه اللي المفروض ان انا اعمله او ابدأ المشروع ده ازاي. اول حاجة هنبدأ بيها هي المكان اللي انت هتربي فيه الكتاكيت. طبعا لازم الاول تعرف المساحة اللي انت هتربي فيها كام، والمساحة دي هتشيل معاك كام. اوعى تنزل عدد اكبر من المساحة اللي موجودة عندك بغرض ان انت تكسب اكتر، بالعكس انت كده بتخسر مش بتكسب. اعرف انت عندك كام متر. طبعا احنا دلوقتي خلاص داخلين على الشتاء، يعني المفروض اللي هيبدأ دورة دلوقتي هيبدأها في فصل الشتاء. المتر في فصل الشتاء بياخد معانا 10 فرخات لحد عمر الذبح. اعرف مساحة عنبرك كام، ضرب الطول في العرض شوف هيديك كام متر، واضرب النتيجة في 10 فرخات. اوعى تزود فرخة واحدة في المتر، نقص فرخة، ده هيكون افضل ليك. انما تزود فرخة لا، ده هيكون على حساب الوزن. طيب عندك العنبر وعندك المساحة وعارف هتنزل كام فرخ، نشوف بقى هنبدأ ازاي. اول حاجة هتجهز المكان قبل ما تنزل فيه الكتاكيت. المكان عندك لو هو مكان لسه نضيف مربتش فيه قبل كده اي طيور، لا بلدي ولا ابيض، هترش المكان بمية وكلور. هتجيب كلور مركز وتحطه على المية، اتر كلور على 10 لتر مية، وترش بيهم المكان الحيطان والارضية كويس. بعد كده هتعمل محلول من الجير، عبارة عن جير وملح. هنجيب كمية كده من الجير ومعاها كمية كده كويسة من الملح، هندوبها في المية وهنعمل محلول كده سميك بعض الشيء، وهنرش به الأرضية والحيطان بارتفاع متر. الملح فايدته مع المحلول ده ان هو هيثبت الجير في الأرض، والمحلول ده فايدته ان هو هيمنع الرطوبة اللي موجودة في الأرض من ان هي توصل لرجل الكتكوت. هتسيب المكان بعد ما ينشف يوم بقى او اتنين، وبعد كده هترش طبقة جير تانية خفيفة فوق المحلول ده، ومن بعد منها هتفرش طبقة النشارة اللي انت هتربي عليها الفراخ. سمك النشارة لو انت هتربي في الشتاء هيبقى 10 سنتي، انما لو في الصيف هيبقى 5 سنتي بس. جهزت كده المكان. قبل بقى ما تنزل الكتاكيت هنحضر المكان ازاي. هتعمل ايه قبل ما تنزل الكتاكيت؟ هتشغل مصدر التدفئة الموجود عندك في العنبر بتاعك قبل وصول الكتكوت ب12 ساعة. ليه بقى؟ علشان النشارة تدفى، عشان الأرض والنشارة اللي هيقف عليها الكتكوت تكون دافية. ما ينفعش الكتكوت أول ما ننزله كده على الأرض الأرض تحتيه تكون ساقعة، احنا كده هنبتدي نعمل مشاكل للكتاكيت من البداية. فاحنا هنشغل مصدر التدفئة، الدفايات اللي عندك اللي انت بتدفي فيها عنبرك تشتغل قبل وصول الكتكوت ب12 ساعة. دي أول حاجة. الحاجة التانية هتنزل المية والعلف قبل الكتكوت ما يوصل بحوالي 4 أو 5 ساعات. عايزين المية تاخد درجة حرارة الغرفة هي والعلف، مش عايزين الكتكوت أول ما ينزل يشرب مية من الحنفية على طول أو ياكل علف من الشكارة على طول. لا، عايزين العلف والمية يبقوا بدرجة حرارة العنبر اللي هي 33 الاستقبال أول يوم. درجة حرارة 33 ما تنزلش عنها درجة، ممكن تزيد درجة إنما تنزل لا. ملحوظة بقى تخلي بالك منها، مش معنى ان انا بقولك ان العلف يبقى بدرجة حرارة العنبر يبقى انت تروح تجيب العلف اللي انت هتأكله طول الدورة وتخزنه في العنبر اللي انت بتربي فيه. لا طبعا ده غلط. انا بقول العلف اللي هياكله الكتكوت اول ما يوصل عايزين يبقى بدرجة حرارة المكان اللي انت هتربي فيه، انما تخزن العلف في العنبر لا. انت كده هتعرض العلف ان هو تنمو فيه السموم والفطريات. العلف يتخزن في مكان بعيد عن العنبر، بعيد عن الحرارة العالية، وبعيد كمان عن الارض، بعيد عن الرطوبة. بعد كده احنا دينا اهو جهزنا المكان وكل حاجة، نيجي بقى عند استلام الكتكوت. اول حاجة لازم تبقى عارف المكان اللي انت هتنزل منه الكتاكيت ان هو مكان مضمون من شركة كويسة. ما تجيبش كتاكيت الاهالي، هات كتاكيت الشركات. هات كتكوتك من مكان انت مجربه او حد تاني غيرك مجربه نصحك ان انت تجيب منه. بعد كده العلف نفس الكلام، هات علف يكون كويس، ما تجيبش علف رديء نسبة السموم فيه بتكون عالية. اسأل على انواع العلف الموجودة في السوق وشوف احسن علف موجود في منطقتك ايه، حد يكون مجربه او انت تكون مجربه. نيجي بقى عند استلام الكتكوت. اتأكد الكتكوت اللي انت هتستلمه ان هو كتكوت فرزة اولى مش فرزة تانية.
طب اي مواصفات الكتكوت اللي هو الفرزة الاولى؟ اول حاجة وزن الكتكوت بيكون من 40 ل45 جرام، بلاش تجيب اللي اقل من كده وبلاش تجيب اللي اكبر من كده. تاني حاجة هتقلب الكتكوت على ايدك وانت ماسكه، قلب الكتكوت كده على ظهره. الكتكوت لو انعدل بسرعة في خلال ثانية معناها ان هو ده فرزة اولى، انما بقى لو الكتكوت اخد معاك ثانيتين تلاتة معناها ان الكتكوت فرزة تانية، ما تجيبوش. خلي بالك من الكتاكيت وهي في القفاص، حاول ان انت تلفت انتباههم في اي حاجة، خبط على القفص، شوف الكتاكيت درجة انتباهها ليك قد ايه. الكتاكيت ما تكونش نايمة، الكتاكيت ما تكونش مغمضة عينيها، بص في رجل الكتكوت ما تكونش ناشفة، بص في جناح الكتكوت ما يكونش فيه ريش. نيجي بقى عند الاستقبال، درجات الحرارة هتظبطها ازاي، التهوية عندك هتكون ازاي. افضل المضادات الحيوية في الاستقبال الادوية المهمة اللي احنا مش هنستغنى عنها طول فترة الدورة. طبعا احنا هنجيب الادوية المستوردة، مش هنجيب الادوية المحلية، دي حاجات كده الوان على الفاضي. طيب ايه هي ادوية الاستقبال؟ اول حاجة معروف طبعا ان احنا هنستقبل 12 ساعة كاملين على محلول جفاف، ده شيء معروف لكل الناس. بعد ال 12 ساعة الاولى لو حالة الكتكوت عندك كويسة، ما حصلش عندك اي برد، مش ملاحظ اي وجود برد في الكتكوت، مش ملاحظ اي وجود اسهال عند الكتكوت، بلاش ننزل المضاد الحيوي من اول يوم، نأجل المضاد الحيوي لتاني يوم، وننزل البه كاف كولين 12 ساعة التانيين من باقي اليوم علشان يساعد الكتكوت على امتصاص كيس المح. نيجي بقى لتاني يوم المضادات الحيوية اللي احنا هننزلها. من افضل المضادات الحيوية في الاستقبال التيلوزين تنفسي والكوليستين معوي، هناخد نصف جرام من كل نوع على لتر المية لمدة 8 ساعات. التمن ساعات اللي بعدهم هيكونوا بانفلور، وده علشان لو في احتمال وجود بكتيريا السالمونيلا في الكتاكيت. بعد البانفلور هننزل فيتامينات، الفيتامينات المهمة اللي احنا محتاجينها فيتامين أ د وفيتامين ه، وزي ما قلت البه كاف كولين، هننزل أي فيتامين من دول في ال8 ساعات. هنستمر على الكلام ده لمدة 3 أيام. بعد كده بقى هتشوف حالة الكتكوت عندك، إذا كانت كويسة الحمد لله ومفيش أي مشكلة تنفسية أو مشكلة معوية، هنوقف بقى مضادات حيوية وهنشتغل باقي الأسبوع فيتامينات وأملاح معدنية. الأملاح المعدنية هتنزل 12 ساعة وفيتامينات 12 ساعة التانيين اللي أنا قلت عليها، ده بقى هيبقى لحد اليوم السابع. بعد كده بقى لو انت هتربي أعداد كبيرة يبقى لازم ان انت تتبع برنامج تحصينات، وخلوا البيطري اللي موجود في المنطقة اللي عندك هو يحدد لكم برنامج التحصين المناسب ليك. طيب نيجي بقى عند التهوية والحرارة. الاستقبال قلنا على 33 درجة، وهننزل كل يوم درجة لحد لما نوصل لحد 27. التهوية هتكون ازاي؟ أول 3 أيام من عمر الكتكوت مش هنفتح أي تهوية خارجية، لأن صدر الكتكوت مش هيستحمل معانا أي هواء من الخارج. بعد كده بقى هيكون على حسب احتياج الكتكوت. لو حسيت ان الكتاكيت عندك محتاجة تهوية، لاحظت لهسة في الكتاكيت، ابتدي ان انت افتح تهوية بسيطة. التهوية هتفتحها من اعلى مكان عندك في العنبر، وهتكون فتحة صغيرة هتوسعها بالتدريج، وممنوع دخول اي هواء مباشر على الفراخ. يعني انت لو عندك المكان اللي انت بتهوي بيه شباك بحري او شباك مثلا من ناحية الشرق، هتعمل نظام ستارة تكون تقيلة شوية في وش فتحة التهوية دي، بحيث ان الهواء لما يدخل يخبط في الستارة ما يخبطش في الكتكوت. الكتكوت يدخل له الهواء بس ما يكونش هواء مباشر عشان ما يتعبش صدر الكتكوت. التهوية ملهاش علاقة بالحرارة، والحرارة ملهاش علاقة بالتهوية. يعني لو الحرارة عندي نازلة ما اروحش اقلل التهوية عشان ارفع الحرارة. الصح ان انت تزود مصدر التدفئة وترفع الحرارة في وجود التهوية، ما اروحش اكتم على الفراخ علشان ارفع الحرارة. مضاد السموم ومنشط الكبد وغسيل الكلى شيء اساسي معاك طول الدورة. كل 3 ايام او مرتين في الاسبوع تنزل 12 ساعة مضاد سموم في البداية، ومن بعدهم 12 ساعة تانيين منشط كبد وغسيل كلى. جرعات الكوليستيريديا والكوكسيديا تنزل كل 10 أيام. أول جرعة بعد عمر 10 أيام، يعني على عمر 11 يوم، والجرعة التانية من بعدها ب10 أيام. أفضل الأدوية المستخدمة في الجرعات دي الإمبيسيلين أو الأموكسيسيلين، ده مع الكوليستين، أي حاجة من الاتنين دول دي للكوليستيريديا. لو نزلت أول جرعة إمبيسيلين الجرعة التانية تنزل أموكسيسيلين علشان الفرخ بياخد مناعة من المضادات الحيوية. الإمبرول وفيتامين كاف دول للكوكسيديا أو كوكس كيور مع فيتامين كاف. ونفس الموضوع لو نزلت الإمبرول في الأول مع الفيتامين كاف في الجرعة الأولى، الكوكس كيور ينزل في الجرعة التانية. دي أفضل مضادات حيوية. طبعا في أسماء كتير وشركات كتير، بس دي أفضل الأسماء الأدوية المستعملة في الجرعات ديت. الجرعات التنفسية أنت هتنزل طبعا أول 3 أيام جرعة تنفسية، وفي جرعة تنفسية تانية هتنزل على عمره 18 يوم. دي كانت بعض الأساسيات المهمة اللي أنت لو خليت بالك منها وبدأت بيها من البداية كده صح، إن شاء الله هتطلع عندك دورة كويسة، وإن شاء الله هتحقق ربح كويس من تربية الفراخ.
انما لو اهملت اي حاجة من الحاجات دي، لو اهملت الحرارة، لو اهملت التهوية، لو اهملت النظافة، لو اهملت الادوية المهمة والجرعات اللي انا قلت عليها، هتدخل في مشاكل كتير، وهتضطر ان انت تعالج وتنزل ادوية تانية كتير، وهتتكلف تكاليف اكتر، وبالتالي الاوزان معاك هتتأخر والدورة عندك هتتأخر. فاهم حاجة في تربية الفراخ ان انت تظبط الحاجات دي كلها، اساسيات مهمة لابد عنها. ان شاء الله تبقى مربي شاطر وتربي وتطلع احسن فراخ وتكسب وتحقق ارباح كبيرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو اعمل لايك. في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين.